بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الفل عليكم جميعا. طب انا قلت لكم انا النهارده يعني قاعد للقصه دي. خلاص، نيجي بقى للناس. كانت بتقول لك ده الراجل ده نقل الفرقه من مكان لمكان، هو ده الصح. على فكره، هو قرار صح اللي واخده. انا مع ان هو كان ينقل الفرقه. خلاص ماشي، غير واعمل وظبط امورك. طيب، هو نقل الفرقه من ان هي تتدرب من ملعب النادي لملعب تاني، هل ده انجاز او يندرج تحت مسمى انجاز؟ ان هو ده اللي عمل ما يتعملش؟ ده انجاز يعني؟ هل ده انجاز؟ ما بقى الانجازات اللي الناس بتقولها يعني ان انا اخلي شيكابالا يعتزل، هل ده الانجاز؟ هو شيكابالا على فكره السنه اللي اعتزلها دي خدها فلوس، خد فلوسه كلها، عقده كله واخده من محبين من نادي ومن تعاقد مع قناه. طب ما كنت اخلي شيكابالا، خليته ليه اعتزل شيكابالا؟ هو مش عايز مصادر قوه، انا وبس. مش عايز مصادر قوه في الفريق. هو حد يعرف يطلع يشكك في شيكابالا؟ ولا في حب شيكابالا لنادي الزمالك؟ ولا في اخلاص شيكابالا لنادي الزمالك؟ بس عشان لو كان شيكابالا قعد كان هيشوف حاجات غلط، كان هيتكلم. شيكابالا مش بايق على حاجه، شيكابالا تاريخ كبير في نادي الزمالك. كان لما يشوف حاجه غلط هينور لك عليها. لما تيجي تمشي ناس ملهاش ذنب يقول لك انت بتمشي الناس دي ليه؟ شيكابالا عظمه تقيله، كابتن فريق، وتد جوه الفرقه. فانا مش عايز الوتد ده، انا مش عايز القوه دي. هيجي يقرفني يقول لي انت بتمشي ده ليه، بتقعد ده ليه، وبتعمل ده ليه. شيكابالا كان هيعمل كده عشان هو بيحب نادي الزمالك، وعارف ان انت لو فورت الدنيا دي كل الدنيا هتقع. ولكن جه ايه؟ مشى شيكابالا. ادي ده النجاح اللي الناس شايفاه نجاح يعني. جه نقل الفرقه من مكان لمكان. تمام، انا معاك في الخطوه ده، على فكره خطوه كويسه. وما الناس ماشيه عليها دلوقتي، هم شافوا حاجه كويسه عملوها لحد اما الفرع الجديد هم شغالين فيه. طب نيجي بقى للنجاحات التانية. الصفقات، انا معاك في صفقات جت نجحت. بزيرا جه نجح. شيكو بنزا انا بعتبره يعني يندرج تحت الناس الناجحه. عودة الدباغ نجح. محمد اسماعيل نجح. طب نيجي للباقي. هو احمد شريف نجح؟ عادي. عمرو ناصر نجح؟ عادي. براون اوشينك الباك رايت اللي جابوه، اللي ما اعرفش هو بيلعب كوره فين اصلا، هو ده ناجح؟ ده فاشل. مين تاني اللي جابه؟ حد يا جماعه يفكرني مين تاني اللي راح جاب مين؟ هي دي اللعيبه اللي راح جابها اعتقد. جه مشى مين؟ جه مشى صلاح مصدق، لبسك في قضيه. جه مشى مين؟ عبد الحميد معالي ما خلوش يلعب اصلا، لبسك في قضيه ما عادش معاه. جه عمر فرج قال له لا مش تنزل التدريب، يمشي، ما بردش على حد، لبسك في قضيه. جه احمد الجفالي، لا لا اطلع اعاره، لبسك في قضيه. جه محمد عاطف عمل له عقد سنتين، ما اعرفش ازاي سنتين يعني اللي بيعمل اعاره بيعملها سنه، ما اعرفش ازاي عملها. السنه الثانيه بتجدد بدون علم، بتجدد برضا الطرفين. مين هم الطرفين؟ اللاعب والنادي اللي اتعرض ليه. طب هو الزمالك فين؟ انت ما دخلتش الزمالك معاك في الحسبه ليه؟ بيجدد برضا الثلاث اطراف. انا كده صح؟ انا عارف انا بعمل ايه. هو ده النجاح من وجهه نظركم؟ ولو كان يانيك فيريرا، لو جمهور الزمالك ما كانش هاجم وجوده، كان هيمشي ولا كان هيقعد؟ كان هيقعد، يبقى كان هيفضل معاك لحد اخر الموسم. لا انا ما بمشيش حد، انا جاي اغير سيستم. مش لما الجمهور يجي يمشي يهاجم حد امشيه. لما الموجه عليت تدخل مجلس الاداره قال له ايه ده؟ يمشي. طيب ماشي، هنمشي. هنجيب مين؟ كابتن حسين لبيب قال له هنجيب خالد جلال يجي يمسك الفرقه في السوبر. لا 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 لا، انا هجيب انا. مش انتوا عايزين واحد من ولاد الزمالك؟ انا هجيب لكم مين؟ هجيب لكم احمد عبد الرؤوف. ماشي، مين وكيله احمد عبد الرؤوف؟ الراجل اللي معاك في التيم. طب هات احمد عبد الرؤوف، مش مشكله، واحد من ولاد الزمالك لانه خبرته قليله. احمد عبد الرؤوف لما مشي من عنده حسام اسامه كل التجارب اللي بعديها وقع فيها. بس هاته، يمكن مش يمكن المشكله في حاجه في الفرقه اللي كان ماسكها. زي معتمد مثلا كان ماسك الانتاج ما نجحش، ممكن يكون مشكله في الفريق. جه احمد عبد الرؤوف، كناش شايفين من طوب الارض. مشى احمد عبد الرؤوف، كانش عايز يمشيه برضه. ماسك في احمد عبد الرؤوف، مع احترامي الشديد لاحمد عبد الرؤوف والله. لحد ما تدخل مجلس الاداره، لا مشي احمد عبد الرؤوف. واركن انت بقى على جنب، انا هجيب انا. هات معتمد الجمال. جاب معتمد الجمال، الراجل نجح، جاب دوري، وصلك نهائي كونفدراليه. انا مش عايزه. لكن انت كنت عايز تقعد فيريرا الفاشل، جيت على وجه واحد ناجح عايز تمشيه.
يا باشا انا بقى اللي بدير. بتدير ايه؟ وده ناجح. انت فريرة كنت عايز تمشيه، انت احمد عبروف كنت عايز تمشيه وكانت الدنيا واقعه، انت جاي مع الناجي عايز تمشيه، انا اللي بدير. راح اخلص مدير فني من غير ما يرجع للناس في نادي الزمالك. وده لو حصل في النادي الاهلي محمود الخطيب هيقبلها؟ لو جه محمد يوسف وراح جاب حسين عموته، لو قال له محمود الخطيب قال له لا هجيبه، اقسم بالله ما يخش بوابه النادي الاهلي. انتوا بتهزروا يا جماعه. يا جماعه الامور كانت بتدار بطريقه غريبه. وارجع بقول لكم ايه، ان لو كانت شركه الكوره مشيت كناش هنشوف القصه دي، كناش هنشوف العوق اللي عمال يحصل ده. انا بكلمك بمنتهى الامانه، كناش هنشوف الكلام ده خالص. كانت الدنيا هتبقى حلوه وبسمسم. الفرقه رجعت التدريب بعد 30 يوم راحه عادي. البشوات اللي مش عايزين يجوا عادي عادي. اللي بالمناسبه يعني مش الزمالك قال لك ان احنا مش هنبيع خوان بزيرة؟ انا بقول لك ممكن يبقى خوان بزيرة، لان انت وبقى العرض واقف على 4 وانت بتحاول تزق يوصل ل6. لو وصل ل6 ممكن تبيع خوان بزيرة. لان ممكن انت تفكر دلوقتي انا لو ما بعتوش، هو التفكير في النادي مش تفكير انا بس، عشان هقول لكم رايي. لو ما بعتوش والواد مش عايز يجي لحد دلوقتي، هروح ارفع قضيه هكسبها بعد 2 3. طب انا كده وقعت. انا بقول لك بقى عشان ده الراي اللي موجود في النادي، انا بقول لك ما تبيعوش، قعدوا في النادي. لدي معركه كرامه. مفيش لاعب لسه عيل مش عارف في ايه يجي يقول لك لا انا مش جاي، شوفوا لكم انتوا ما عندكوش فلوس. لا 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 يا حبيبي، ده نادي الزمالك، فوق كده وصحصح، شوف انت بتتعامل مع مين. لا ده انا اخسر فيك. تكون عبره لكل اللعيبه، لكل من تسوي الله نفسه ان فاكر نادي الزمالك نادي قليل. تكون عبره لكل اللعيبه. فلا انا بقول من دلوقتي لو في راي واتجاه انا عارف انا بقول ايه، لا انا ضده وبعرفكم اللي بيحصل. لو في راي توجه ان الولد ده يتم بيعه، لا. عشان هو فيه على فكره لو وصل للعرض كده يعني، عشان دي الفكره اللي هم بيقولوها. ان انا طب انا يعني طب افرض انا ما جالي العرض، طب انا دلوقتي هروح ارفع قضيه حليني بقى مكسبها سنه 2 3 كنت انا اصلا مشيت، ممكن يبقى في ثغره قانونيه انا ما استفدتش. انا عندي بوبينزا ده كنت انا كسبان وهكسب القضيه، الواد جه مات. فده رايي هناك في النادي. لكن انا تحديدا رايي مع موضوع خوان بزيره، اضرب اضرب بكل قوه. صدقني التيم ده هيبقوا ماشيين على المسطره. اضرب بكل قوه على موضوع عبد الله السعيد. ما يهمكش لاعب كبير ولا صغير. احترامي الشديد لوكيل عبد الله السعيد وعارفه على المستوى الشخصي، بس مفيش حاجه اسمها اللعيب عايز اللاعب بيقول لك ما حدش قاعد معايا قبل ما انزل التدريب. ليه ان شاء الله يقعد معاك بتاع ايه يعني؟ ايه اللي يقعد معاك اللاعب النادي يقعد معاك قبل التدريب؟ ما شفتهاش انا قبل كده. ده محمد صلاح بجلاله قدره في ليفربول لما شد مع ارني سلوت ركبوا المدرب على اللاعب. محمد صلاح مين بقى؟ مين سيادتك؟ افرض النظام، افرض قوه. وانا قلتها مع حضراتكم امبارح، كابتن عبد الناصر محمد انت قدام موقف تاريخي. شد، دوس، انا عن نفسي معاك عشان خاطر نادي الزمالك. مش هتيجي شويه حاجات وتحريضات وبتاع يركبوا على الزمالك. لا 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 لا. انا عارف انا بقول لكم ايه، انا في المطبخ وعارف. وفي حاجات كوارث بس الواحد مش عايز اتكلم فيها عشان في ناس مشيت، عشان انا مش عايز ادوس اكتر من كده. في ناس مشيت فانا مش عايز اتكلم في الكوارث اللي كانت موجوده. اشوفكم على الف خير في فيديو جديد. سلام.